السلام عليكم. قبل ما ديري الحريرة تاع اليوم لازم تعرفي هذه الفطيرة التركية اللي راهي دايرة ضجة كبيرة في هذا رمضان، هشة من الداخل ومقرمشة من برا ومفرمجة، وطعمها يخليك تعاوديها كل يوم. اللي تبغي تبدل من البوراك ولا من اللي دام وتدلهم حاجة خفيفة اللي ما تضرش، تتفضل معايا نعطيكم المقادير خطوة بخطوة باش تحصلوا على هذه الفطيرة الهائلة. نبداو على بركة الله. هنا عندي كاس دافي تاع ما عندي ربع كاس تاع الزيت، دو بريفيرونس يكون الحليب دافي باه بالخف رانا في البرد شويه بالخف تخمر لك. وعندي مغرف كبيره تاع خميره الخبز ومغرف كبيره تاع سكر. هذو لي زانغريديون نخلطهم مع بعض، نضيف عليهم بياض بيضه، نحركهم مليح مليح. والخطوه الاساسيه اللي ديريها باش تجيك الفطيره هشه بزاف، هنا خليتها 10 مينوت تفاعلت لي الخميره. باه ضفت هنايا الملح ضيفوه حسب الخليط تاعكم، لا عندك قوي ولا عندك قليل. وبعد ما ضفت الملح زدت هنايا الفارينه الاولى، هذه الجزء الاول دخلته بالفوي، ومن بعد نحي الفوي ونستعمل يدي. كما نعرفوا كي نخدموا بيدينا نعرفوا القوام تاع العجينه اللي باغيين نتحصلوا عليه. هو القوام اللي لازم نتحصلوا عليه هو يكون قوام طري. كل ما تكون طريه العجينه تاعك كل ما تعطيك نتيجه هايله. دوك تشوفوا معايا القوام اللي تحصلت عليه، ونخليه يخمر بطبيعه الحال قبل ما نرجعوا ليه. وقبل ما نخليه يخمر نديروا خطوه اللي هي راح تعطي له الطراوه والقرمشه وهذيك لا كولور دوغي من برا، اللي هي مغرف كبيره تاع زبده تاع مارغارين. اي مارغارين كانت عندك اللي كانت عندك تستعمليها. سعفي هنايا عجينتك ودخليها، راح تدي لك بالك 3 مينوت ولا حتى تدخل كامل هذيك الزبده وتتحصلي على العجينه ملساء وتولي تبان لك العجينه تاعك ولا تشبع. شوفوا هنا العجينه كيف تبدلت لي ولا عندها هذا الوجه الشباب. نديرها نرجعها في الغيسيبيون تاعي وندير عليها غير شويه زيت من الفوق ونخليها يضاعف الحجم تاعها، خلوها تخمر في غرضها ما تغصبوهاش في الخموريه تاعها. هنا هذه هي العجينه اللي تحصلت عليها، هذا هو القوام، تبقى طريه. نخليها تخمر ومن بعد نرجعوا مع بعض. هنا بعد ما نضاعف الحجم تاع العجينه تاعي، شوفوا لاباط شحال شابه، تجي خفيفه قطن قبل ما نفاصونها وتولي رطبه وطريه. هنا قسمتها على زوج، بس كاني حندير زوج خبزات كبار جايين اوفال. نتوما اللي تبغي تحكم سنيوه كبيره وتفرشها كامل ودير غير قطعه وحده تبغي ديريها فطائر شويه صغيره على هكا، تقسميها دي بولات هكا تاع 100 غرام ولا وتحليها. هذا شي يرجع لكم. شوفوا لاباط البنابل فيها بواحد النتيجه تعطيها لك ولا اروع، بورطون ما فيهاش صوالح بزاف، بصح هذيك المغرف تاع الزبده حتعطيها واحد الهشاشه وما ملقو تاعها يجي شباب بزاف. هذا هو السمك اللي حليته، لازم تحلوها رقيقه ما تحلوهاش خشينه باسكو حتخمر لك تخمر لك من بعد. وإلا خليتيها خشينه راح يغلب لك الخبز على هذاك الحشو تاعك. ولازم هنا نخلوها تخمر مليح مليح باه نروحوا للمرحله المواليه اللي هي نحشوها. هنايا كيما راكم تشوفوا رحت جبت لابول زوجه حليتها فاني، وكيما وصيتكم لازم تحلوا العجينه تاعكم رقيق رقيق هكا. كي تخمر وطيب تجيكم هذيك هي ما تجيش منفوخه بزاف. هنا نخليهم يخمروا في زوج ومن بعد نمروا للخطوه. هاي هنا بعد ما خمرت لي كان عندي هنايا صدر تاع دجاج درتو اشي مع شويه بصل، كان عندي طون، كان عندي هنايا بتي سويس، ما كانش عندي فرماج فري وما كانش عندي فرماج هذاك نورمال. الا نتوما تقدروا ديروا فرماج ميم تاع بورسيون ديري في لابوش وتشوفي تمروا معايا المرحله اللي موراها. بقاو معايا شوفوا كيف نديروا نزينوها. نديروا هنايا خطوط كيما راكم تشوفوا غير بصبعتينا. هنا راهي خمرت الفطيره معايا مليح مليح. كي تخليها تخمر مليح مليح راح تعطيك نتيجه هايله، تجيكم في الشفشه ومقطنه. هنا بعد ما درت هذوك الخطوط هكا جبت لو بتي سويس هذاك اللي كان عندي درتو في لابوش. وكما قلت لكم تبغوا ديروا فرماج تاع البورسيون، تبغوا ديروا فرماج تاع البيدون، هذا الشيء يرجع لكم. فت كامل في هذوك الخطوط اللي درتهم. ومن بعد نجيب هذاك الصدر اشي الدجاج اشي اللي كنت كيما قلت لكم حمرته برك مع شويه تاع بصل شويه ملح شويه حرور، وهذا ما درتلو. نفوت كامل فوق هذاك لو بتي سويس، ندير هكا كميه تاع هذا الدجاج المطحون. ومن بعد هذوك نجيب بيضه جيبوها نحو منها الصفار وخلو غير البياض. واللي
تبغي دير البيضه كامله ديرها، بصح انا هنايا الصفر اللي نحيته الاول من هذاك البياض زدت له شويه تاع قهوه برك ودهنت به كامل كيما راكم تشوفوا هذا الجزء اللي متبقي اللي ماشي محشي. ومن بعد نجيب الفرماج مرابي، كان عندي هنا خدمت بنابولي، نتوما اللي تدير شيدار اللي كيما تبغوا نتوما والمتوفر عندكم. انا هنايا قلت لكم خدمت بنابولي كيما تعرفوه يذوب ويعطي نتيجه شابه. عمرت كامل هذوك الطرقان اللي مشي معمرين، وهذه هي الفطيره تاعنا. هنا هذه الفطيره الزوجه حشيتها بشويه فاني تاع هذاك البولي اشي مع شويه تاع الطون هكا، باسكو في الدار كاين عندي اللي يبغوا طون كاين اللي ما يبغوش. الفطيره هذه الزوجه كيما قلت لكم درت لها طون ودرت نفس العمليه، تعاودي تطلي كامل هذوك الحواشي باش تجيك لا شابه في الفطيره تاعك. ولهذو زوج طرقان اللي بقاو درتهم بالطون وكملت بالفرماج. وهذه هي الفطيره تاعنا. كنت سخنت هنا الكوشه مليح مليح، طيبوها من الفوق ومن تحت على درجه حراره تكون عاليه شويه، تبغي الكوشه تكون سخونه والنار تكون عاليه. ندخلوها الطيب ولازم تدي لك ديك التحميره، لازم تطيبيها مليح من الفوق ومن تحت باش تحصلي على نتيجه شابه. هنا خرجت الفطيره تاعي وهذه هي النتيجه. شوفوا اخواتاتي جربوها وما تندموش ما تندموش ما تندموش، سورتو هكا مع الحريره ماهيش ما تقهمش كي تاكليها مع الحريره ومع ولا مع اون سوب ولا مع شوربه، ماهيش راح تقهمك. جربوها ورجعوا لي الخبر، ما تبخلوش اختكم ام فله بلي جام ولي كومونتير تاعكم كيما مانيش بخلتكم بالوصفات. وان شاء الله كاين مزيد من الوصفات في هذا رمضان ان شاء الله وما مورا رمضان باذن الرحمن الرحيم. هذه هي النتيجه. شوفوا الداخل تجي مقطنه وخفيفه خفيفه خفيفه، ما يجيش كامل ما تجيش معجنه. ولا شوفوا لي على ذاك القوام تاكليها المورصو الاول ما تحسيش زوج ما تحسيش خفيفه وما تقهمش. هذه هي الفطيره الزوجه خرجتها تاع الطون هذه بعد ما طابوا لي. وشوفوا كيما قلت لكم طيبوها مليح مليح من فوق ومن تحت هكا ما تجيكمش خضره الفطيره تاعكم. ان شاء الله تجربوها وكيما راكم تشوفوا هنا نتيجه روعه راهي تبان قدامكم. جربوها ورجعوا لي الخبر في لو كومونتير. ان شاء الله جربوها وتاكلوها بالصحه والهنا، وان شاء الله تصوموا وتعاودوا ان شاء الله. تبقوا على خير ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى مع اختكم ام فله. نترككم في رعايه الله.